السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدتي الجميلة وسيداتي الجميلات، افتقدتكم كتير جدا 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 الفترة اللي فاتت، والنهاردة أنا راجعة لكم بفيديو ترددت كتير إن أنا أقدمه أو أتكلم في حاجة من أجمل الحاجات اللي حصلت لي في حياتي الفترة اللي فاتت، لكن قلت لعل الله يجعلها سبب في نقطة بداية جديدة لأي حد فيكم. الشيطان دايما كان بيوسوس له او بيقول له ان الحاجة دي بعيدة المنال وصعب انك توصل لها وصعب انك تعملها. قلت ان شاء الله لازم اقول لكم عليها. وسبب ترددي ان انا كنت بقول دايما يعني انا حابة اخليها حاجة لوجه الله، انا مش بتفاخر ابدا بحاجة زي كده، او مش عايزة يكون فيها اي نوع من انواع الرياء، ولو انها حاجة بسيطة لناس كتير، لان انا في الفترة دي وفي خلال رحلتي في حفظ سورة البقرة، والله ان انا قابلت ناس انا مش عارفة مكاني وسطهم يوم القيامة هيكون فين. ناس حياتها كلها القرآن، وسط مشاغلهم في بيوتهم ومع اولادهم، وسط ان في كتير منهم بيشتغلوا كمان مع بيوتهم، وفي منهم بنات بيدرسوا وبيكملوا دراستهم، اللي بتحضر ماجستير واللي بتحضر دكتوراه واللي في ثانوية عامة. كل الناس دي قابلتهم ولقيتهم عندهم عزيمة قوية جدا ان هم يكملوا في حفظ القرآن ويكونوا منتظمين في الحضور. رحلتي في حفظ سورة البقرة كانت طويلة جدا، لكن ثمرة النهاية كلها واللي كانت أحلى حاجة حصلت لي في خلال 3 شهور. أنا بدأت في رحلة حفظ البقرة من 7 سنين، من أول ما ابتديت أقول خلاص أنا عايزة أحفظ سورة البقرة ولازم أحاول، لكن من الله عليا في خلال 3 شهور وكنت حفظتها كلها. البداية كلها انتي اول ما بتقولي انا عايزة احفظ القرآن، اول حاجة كده هتظهر في وشك او اول حاجة لازم تجاهديها وهتتعبي معاها جدا هي وساوس الشيطان. انه هيقولك دايما هل انتي متوقعة ان انتي في السن ده هتقدري تحفظي بقوة حفظك اللي كنتي عليها لما كنتي طفلة؟ هل انتي متوقعة ان انتي بمسؤولياتك وبيتك واشغالك واولادك ودراستهم وتمارينهم ودروسهم هتقدري تحفظي سورة البقرة؟ بتبدأي اول حاجة تواجهك هي التعجيز. وخلي في بالك دايما اي عمل مرتبط بالاخرة او في تقرب من الله عز وجل هتلاقي دايما الشيطان بيوسوسلك انه لا دي حاجة صعبة قوي واصلا ليه تحفظي قرآن؟ ما انت بتقرأي قرآن. هيبتدي يصدر لك الحاجات الكويسة اللي انت بتعمليها في حياتك وانت لا انت كده تمام وزي الفل ومش محتاجة تكوني احسن من كده. طبعا يعني اللي انا كنت دايما يعني ايه اللي خلاني مثلا اقول انا لا انا لازم احفظ قرآن؟ طب ما انا بقرأ قرآن عادي، ليا ورد مثلا، او بحاول اختم المصحف كل فترة، او في رمضان، او بصلي صلوات قيام الليل في رمضان وانا ماسكة المصحف وبقرأ منه. ايه اللي يخليني احفظ القرآن؟ انا مش محتاجة احفظه. لكن من اهم الحاجات اللي كانت بتشجعني ان انا اخد الخطوة دي هو الخشوع في الصلاة. اي حد فينا بيصلي صلوات الفروض بقصار الصور زي ما كلنا متعودين، سورة الشرح، سورة الإخلاص، سورة الناس، قصار الصور دي بيخليكي يعني هتلاقي خشوعك في الصلاة بنسبة 100% مش صحيح، غير لما تقرأي في الصلاة من الآيات اللي انتي بتحفظيها أو اللي انتي حفظاها، سواء بقى من جزء عامة، جزء تبارك، سورة البقرة، سورة النساء، سورة آل عمران، أي سورة من السور اللي انتي حفظاها من القرآن. هتلاقي الخشوع في الصلاة أحسن بكتير، لأن انتي وانتي بتقرأي الآيات انتي عارفة معناها، بتقعدي تفتكري بقى التدبر بتاع الآية دي كان ايه ودي كان معناها ايه وكانت نزلت في وقت ايه ونزلت في قصة ايه، فبيبدأ قلبك يكون مشغول مع لسانك اللي بيقول الآيات، غير الحاجات اللي احنا بنقولها كده لا إراديا
من قصار السور وبنصلي بيها كل الفروض. دي كانت من أهم الحاجات اللي كانت بتشجعني إنه لأ، أنا نفسي أحفظ قرآن، نفسي يعني أتعمق أكتر في صور القرآن. أول ما يعني أخدت القرار إن أنا خلاص هحفظ القرآن، زي ما قلتلكوا كل وساوس الشيطان دي جت في دماغي، وكنت بقاومها ب3 حاجات. أول حاجة كنت بقاوم بيها هي الدعاء، إن أنا كنت بدعي ربنا دايما يا رب يا رب ارزقني حفظ القرآن، يا رب أحفظ يعني سورة البقرة يا رب، بس أحفظ سورة البقرة. هي كانت من أحب الصور لقلبي. مفيش مرة كنت حزينة أو مكتئبة أو في ابتلاء وقرأت سورة البقرة إلا وربنا أنزل علي سكينة، وكأن ولا في أي حاجة، وكأن ولا في أي مشكلة، وكأن ولا في أي ابتلاء، وكأن ولا أي حاجة. كانت من الصور اللي فعلا يعني شفاء للصدور. طبعا القرآن كله شفاء للصدور، لكن سورة البقرة تحديدا كانت من أقرب الصور لقلبي، فكنت دايما بدعي ربنا بيها. وتاني حاجة كنت بحاول فيها علشان أوصل بس لنقطة إن أنا أحفظ سورة البقرة، هي إن أنا بالفعل كنت بدخل محاولات في حفظ سورة البقرة أونلاين. أنا من الناس اللي عارفة زي ناس كتير جدا من الصعب عليهم إن هم ينزلوا مسجد وينتظموا فيه لأسباب كتير، يعني إحنا في غنى عن ذكرها دلوقتي، لكن دي من الحاجات اللي صعبة بالنسبة لي. فكنت بدخل في حاجات أونلاين، من ضمنها مثلا مبادرة بتاعة أخذوها بركة بتاعة الشيخ محمد خيري. لكن يعني أنا دخلت فيها حفظت مثلا فيها 11 وجه، مش 11 صفحة، 11 وجه. كنت أفتقد فيها للصحبة اللي تشجعني، كنت أفتقد فيها لتصحيح التلاوة. يعني ما كانش يعني كان بينزل كل أسبوع ورد للحفظ، وردين للحفظ، وتسجيل الشيخ بصوته للقراءة الصحيحة، وتدبر بسيط أو معاني تفسير بسيطة للآيات. لكن ما كانش فيه حد بتسمعي عليه ويصحح لك الأخطاء بتاعة التلاوة، أو يشرح لك أو يربط لك الآيات ببعضها، لأن احنا عارفين طبعا إن الآيات بيبقى فيها متشابهات، ونهايات الآيات بتبقى عاملة إزاي، بداية الآيات بتبقى عاملة إزاي. ما كانش فيه حد أبدا بيوجهك في النقطة دي، فكان الموضوع صعب، أصعب بكتير قوي من معسكر حفظ سورة البقرة زي ما كانوا البنات مسميينه، اللي أنا دخلته في أجازة الصيف وأتممت فيه حفظ سورة البقرة. تالت حاجة بقى كنت بعملها علشان أحفظ سورة البقرة هي تكرار قراءة سورة البقرة. كل ما بتقرأي القرآن كتير بيسهل عليكي حفظه بعد كده. يعني أول ما بتاخدي خطوة فعلية في حفظ القرآن هتلاقي الموضوع بقى أسهل كتير. ولكن أنصحك نصيحة إنك تقرأي من مصحف ثابت، لأن مخ الإنسان عامل زي السكانر بالظبط. يعني مع الوقت انت هتحفظي شكل الصفحة، هتحفظي بداية الصفحة اليمين من فوق كانت ايه، ونهايتها من تحت في الشمال كان ايه، والآية دي كانت في الصفحة اليمين ولا في الصفحة الشمال. المخ هيبتدي ياخد صورة من ورق المصحف ويثبتها في عقلك. فانصحك دايما انك تكوني ملتزمة بمصحف واحد للقراءة وللحفظ. انا لحد هنا مش عايزة اطول عليكم اكتر من كده، لكن ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هقول لكم على البداية الفعلية لحفظي في سورة البقرة، واللي اتممتها في 3 شهور بالظبط بفضل ومنة من الله عز وجل. وعايزة اقول لكم ان هو فضل كبير جدا 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 عليا، كان يعني من اسعد الحاجات اللي حصلت لي في حياتي. احنا كنا في المعسكر بادئين 800، دخلنا الامتحان لم نتجاوز 200 واحدة دخلوا الامتحان واختبروا وأتموا حفظ سورة البقرة. فربنا يجعلنا يا رب من أهل الوصول. وما تنسوش من أدمن طرق الباب ولج، فإن شاء الله ربنا هيستجيب ليكي طول ما انتي بتحاولي. وإن شاء الله في الفيديو اللي جاي هحط لكم لينكات كتيرة جدا هتساعدكم في حفظ سورة البقرة، وازاي ايه الحاجات اللي كنت بعملها علشان تسهل عليا الحفظ.
واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامة.